التساؤل هو الطريق المختصر ناحية الوصول إلى الحقيقة. يعني بشكل عام لو أنت عايز توصل للحقيقة بأسرع وقت وبأقل مسافة وبشكل مختصر، تقدر توصل للحقيقة عن طريق التساؤل. تطرح أسئلة: طب ليه مش كذا؟ طب ليه كذا بدل ليه مبقاش كذا بدل كذا؟ طب ايه اللي يحصل لو كذا ده طلع غلط في الآخر؟ وهكذا. وبناء افتراضات قائمة في الأساس على إنك أنت بتتساءل: طب اشمعنى؟ طب ليه؟ طب ازاي؟ طب مين؟ طب امتى؟ وهكذا. فالتساؤل والسؤال هو مفجر للحركة الفكرية. يعني أي حركة فكرية في الدنيا في الأساس منبعها الأساسي هو التساؤل. طب اشمعنى كذا؟ طب ليه مش كذا؟ اشمعنى كذا مش بدل كذا؟ طب ليه كذا بدل كذا؟ وهكذا. عندنا مثال صارخ على مسألة التساؤلات وهو إسحاق نيوتن، عالم الفيزياء الإنجليزي. العالم البريطاني إسحاق نيوتن كان قاعد في أمان الله في الحديقة بتاعته، فوقعت على راسه تفاحة. فتساءل: ليه التفاحة نزلت بالشكل ده؟ ليه نزلت كده؟ ليه مثلا التفاحة ما طارتش شمال كده؟ ليه التفاحة ما طارتش يمين كده؟ ليه التفاحة بدل ما هي تنزل على الأرض بشكل مستقيم كده لتحت، ليه التفاحة ما بتطيرش لفوق؟ مش معنى التفاحة نزلت على الأرض وعلى راسي بالذات. فعم إسحاق نيوتن الله يسامحه عمل لنا قوانين بقى الحركة وقوانين الجاذبية اللي احنا قعدنا ندح فيها ونذاكر ونتعب